اتكلمنا المرة اللي فاتت عن سفر استير، وبعض الآيات اللي أنا اخترتها من الإصحاح الثاني. بعد هذه الأمور لما خمد غضب الملك أحشويرش ذكر وشتى وما عملته وما حتم به عليها، فقال غلمان الملك الذين يخدمونه ليطلب للملك فتيات عذارى حسنات المنظر، وليوكل الملك وكلاء في كل بلاد مملكته ليجمعوا كل الفتيات العذارى الحسنات المنظر إلى شوشن القصر إلى بيت النساء، إلى يده جاي خصي الملك حارس النساء، وليعطهن أدهن عطرهن، والفتاة التي تحسن في عيني الملك فلتملك مكان وشتى. فحسن الكلام في عيني الملك فعمل هكذا. وكان في شوشن القصر رجل يهودي اسمه مردخاي بن يائير بن شمعي، رجل قد صبي من أورشليم مع السبي الذي صبي مع يكونيا ملك يهوذا الذي سباه نبوخذ نصر ملك بابل، وكان مربيا لهدسة أي استير بنت عمه، لأنه لم يكن لها أب ولا أم، وكانت الفتاة جميلة الصورة وحسنة المنظر. وعند موت أبيها وأمها اتخذها مردخاي لنفسه ابنا. فلما سمع كلام الملك وأمره وجمعت فتيات كثيرات إلى شوشن القصر إلى يده جاي، أخذت استير إلى بيت الملك إلى يده جاي حارس النساء. القصة ببساطة زي ما اتكلمت فيها المرة اللي فاتت بتحكي عن ملكة اسمها استير. كان الملك ملك فارس أيامها اتجوز واحدة اسمها وشتى. وشتى دي كانت عديمة الطاعة، فالحكماء قالوا له لا يصلح للملك أن تكون الملكة غير مطيعة، اصرفها. فصرفها الملك. جم الغلمان وقالوا نصيحة للملك: ابعت يا جلالة الملك في كل البلاد التي أنت متسلط عليها، وإحنا قلنا المرة اللي فاتت 127 بلد، حط مندوبين يجمعوا كل الفتيات حسنات المنظر، واختار ما بينهم واحدة. هيختار في الآخر استير. استير البنت الفقيرة اليهودية اللي كل بيتها اتاخدوا في سبي بابل، وهتبقى هي الملكة. في رئيس الوزراء في أيامه كان اسمه هامان. هامان متضايق جدا لأن في واحد على باب الملك واقف حارس اسمه مردخاي. مردخاي هو اللي ربى استير. مردخاي لا بيتحرك ولا بيسجد ليه ولا أي حاجة. متضايق، إزاي ما يسجد ليش وأنا داخل؟ هيعمل صليب كبير علشان يعلق عليه مردخاي. هنشوف قدام شوية إنه هيعمل صليب يعلق عليه مردخاي. هنشوف كمان مين اللي تعلق في الصليب ده. وعايز يخلي الملك يطلع أمر إنه يقتل جميع اليهود الذين في مملكة فارس. نشوف الإله بتاعنا هيعمل إيه. في سفر استير ما بنلاقيش ولا مرة كلمة الله موجودة أو كلمة الرب موجودة، بس بنلاقي إنه كل السفر الله مش موجود، بس الله يتعامل مع شعبه ويعمل كل الخير اللي في شعبه. اتكلمنا المرة اللي فاتت ازاي الواحد لما يمشي ورا مشورة الغلمان، مشورة العيال، ان مشورة العيال دي ما تنفعش. وشفنا ازاي ان حتى احنا في هذا العصر اللي بنعيشه لسه بنفكر زي الغلمان دول. ماما، بابا، يا اختي، يا جوز اختي، وحياتكم شوفوا لي عروسة بس تكون شكلها حلو. ومشاكل كتيرة بتحصل من عروسة اللي شكلها حلو، لأنه بيبقى شكلها حلو بس من جوه إيه؟ تبقاش حلوة. مش اختيار الرب. الزوجة زي ما بيعلمنا الكتاب المقدس إنه هي اختيار الرب. شفنا المرة اللي فاتت كان عنواننا سلطان بلا استعلام. ربنا في هؤلاء الناس
ومفيش ذكر ربنا. وشفت الناس ممكن كتيرة تتكلم في ربنا وهي ما أبعد أن تكون مع الرب. النهاردة هناخد مع بعض عنوان جديد جوه سفر استير. العنوان ده هو اسمه إله التعويضات، كيف الله يعوض الإنسان. واخترت آية هي من الإصحاح الثاني، هي عدد 7. بيقول إيه؟ وكان مربيا لهدسة. استير كانت اسمها الفارسي هدسة بنت عمه، لأنه لم يكن لها أب ولا أم، وكانت الفتاة جميلة الصورة وحسنة المنظر، وعند موت أبيها وأمها اتخذها مردخاي لنفسه ابنه. من خلال أقل الكلمات بيقدم لنا الكاتب الإلهي الشخصية اللي بتتبني عليها القصة كلها، اللي كل أحداث السفر بتدور حولها. شخصية استير. أول عدد في السفر بنقرأ عن استير هو الإصحاح الثاني وعدد 7. نشوف النهاردة نور الروح القدس بيورينا الله كإله تعويض. ما تخافش النهاردة، انت ما تخافش في حياتك النهاردة، خليك ماشي مع الرب النهاردة، وثق تماما ان الرب هيعمل معاك ايه؟ ناوي يعوضك كتير قوي. وهنشوف في الكتاب المقدس مش استير بس التي عوضت، ناس كتيرة وهنتكلم عنهم النهاردة. العدد اللي انا قريته ممكن نقسمه الى قسمين، هما بالظبط 5 عبارات. المجموعة الاولى من العبارات دي عبارة عن عبارتين بتوري مدى الألم البشري. العبارة بتقول لم يكن لها أب ولا أم عند موت أبيها وأمها. عبارة فيها مأساة. المجموعة الثانية بتقول، ودي عبارة بتورينا قد ايه الله بيعوض الإنسان. يقول ايه؟ كانت الفتاة جميلة الصورة وحسنت ايه؟ المنظر، اتخذها مردخاي لنفسه ابنة، كان مربيا لإستير ابنة عمه. بصوا للمجموعة الأولى اللي بتتكلم عن الألم، حالة قاسية مدمرة لنفسية أي طفل. تخيلوا فتاة صغيرة لا أم لها ولا أب. كم حجم الشعور بالضياع، القسوة، الحرمان من موت الأب والأم. وبستنتج عند موت أبيها وأمها، أستنتج إنه الاثنين ماتوا كمان في وقت قريب، وقت واحد. لكن المجموعة الثانية بنشوف فيها التعويض المادي، بنشوف فيها التعويض النفسي، بنشوف فيها التعويض الروحي. لما نسمع ان هذه الفتاة كانت جميلة الصورة وحسنة المنظر، تعويض ايه؟ تعويض مادي، بنت أمورة وحلوة. والعبارة الثانية اتخذها مردخاي ابنة لنفسي، ده تعويض نفسي. والعبارة الثالثة كان مربيا لهدسة أي استير، ده التعويض الروحي. والراجل ده علم استير كل المبادئ اللي صارت عليها طول حياتها، حتى بعد لما بقت الملكة وجلوسها على العرش. الكتاب بيقول كانت تعمل حسب قول مردخاي كما كانت في تربيتها عنده. احنا بنشوف ناس الله بيعطيهم مجرد ان ربنا اداهم ينسوا كل حاجة. والمثل الشعبي بيقول ايه؟ من نسي قديمه تاه. لكن الست دي جميلة، حتى جميلة في روحها، لم تنسى أنها تربت عند ابن عمها مردخاي، وكانت تعمل كل كلمة كان بيقولها لها.
العدد اللي فيه 5 عبارات ده بيورينا كمان ان الله لما الشعب ما حفظش الوصايا عمل فيه ايه؟ سبي الشعب الى بابل. 3 عبارات بتقدم لنا اله التعويضات باعتباره الله الصالح العطوف، ودايما كده إلهنا. قدسته ممكن تسبب لك ألم في حياتك عندما تخطئ، إلا إن لطفه وحنانه بيعطينا تعويض ويعطينا عزاء. عايز أتكلم النهاردة على إله التعويضات. إله التعويضات لما افتح سفر التكوين اصحاح 31 يقول الكتاب ايه؟ ورأى الرب ان ليئة مكروهة ففتح رحمها، واما رحيل فكانت عاقر. عارفين الحدوتة دي؟ عارفين حدوتة ليئة اللي جوزها ما كانش بيحبها، كان بيحب رحيل مراته التانية. بس هنا ايه؟ ورأى الرب ان ليئة مكروهة ففتح رحمها، اما رحيل فكانت عاقرا. ولدت مين؟ ليئة ولدت رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا. قد ايه الرب النهارده لما نقرأ كلمته ونقرب لها إن الله يسمح بحكمته إن احنا نتحرم من بعض الأشياء في حياتنا. ممكن حرمان من الأب، ممكن حرمان من الأم، ممكن حرمان من جمال الشكل، ممكن حرمان من محبة الزوج. لكن إله التعويضات يرى، يقول الكتاب ورأى الرب ليئة مكروهة ففتح رحمها. أفهم من كده الرب هو اللي رأى. لا يكفي اني اشوف نفسي محروم او حتى ان غيري يشوفني اني انا محروم، لكن لابد ان يرى مين؟ الرب اني محروم. بقول هذا كلام انا بقعد مع ناس اوقات كتيره ممكن يجيبوا لي اكتئاب، وانتوا عارفين الاكتئاب معدي. في الله يرحمه دكتور مجدي صموئيل كان بيقول بص أليكس، 3 مرضى اكتئاب يخشوا لي العيادة أنا ببقى نمرة 4، ببقى رابحهم. الاكتئاب معدي. وفي ناس لما تيجي تقعد معاهم سبحان الله. أنا في واحد كنت قاعد معاه من فترة طويلة بس جاب لي حالة اكتئاب. أبونا العيش غلي، قلت له الدولار نزل، الجنيه مش عملوه فضة، ده حتى عملوا 50 قرش فضة و50 قرش فضة، يعني حتتين نحاس ولا بتاع بقت بجنيه. الدنيا بتخرب يا أبونا. قلت له الدنيا خلاص اسودت، الناس مش لاقية تاكل. سكت هو. قلت له بس تعرف ممكن نلاقي أسوأ من كده كمان. تعديد عدوى المشاعر. في ناس بتشوف نفسها محرومة وهي مش محرومة، في ناس بتشوف نفسها محتاجة وهي مش محتاجة، في ناس بتشوف نفسها مظلومة وهي مش مظلومة. بس يكفي انه مين يرى انك انت النهاردة مظلوم، انت النهاردة تعبان في حياتك. يكفي ان الرب رأى الرب ان ليئة ايه؟ مالها ليئة؟ مكروهة ففتح رحمها. حقيقة يراها الله. يقول الكتاب لما شاف فتح الرحم. إن كان الله سمح بإغلاق قلب الزوج إلا أنه عوضها بفتح إيه؟ الرحم. أثر التعويض في ليئة لما نشوف ليئة عملت إيه. أول ما جابت الواد الأولاني سمته رأوبين. إن الرب قد نظر إلى مزلتي. حلو، اسم رأوبين يعني إن الرب قد نظر إلى مزلتي. جاء الواد الثاني دعت اسمه شمعون. إن الرب سمع إني مكروهة. حلو جدا. النتيجة الآن اقترن بزوجي، حبها جوزها في الآخر. الخلاصة إن الألم، إن الحرمان
لما بيشوفوا الرب هو عزيز في عينيه ان في حد من اولاده ماله متضايق، في حد من اولاده تعبان، بالتالي ما بيسمحش لينا بهذا الألم إلا لغرض عظيم من ناحيتنا. لكن احنا بنعمل زي الست ليئة دي. ليئة دي اعتادت التعويض. الله فتح رحمها، ادها الاولاني قال نظر الى مذلتي، ادها الثاني الرب سمع ان ايه مكروهه، ادها الثالث ما جابتش سيرته خالص، سابت ربنا على ايه؟ سابت ربنا على جنب، بل تحولت الى محبه الزوج. كل ما فكرت بيه الان هذه المره يقترن بي زوجي، سابت ربنا وقعدت تبص على ايه؟ انه جوزها بقى خلاص، جوزها ابتدى يحبها وجوزها ابتدى يقرب لها. بنرجع اوقات الفضل لنفسينا. شوفوا الست دي قالت ايه؟ الرب قد سمع اني مكروهه فاعطاني هذا ايضا. الواد الثالث ده كانت بتقول كده، بس شوفوا المره دي بتقول ايه؟ هذه المره يقترن بي رجلي لاني ولدت له 3 بنين. لاحظوا الفرق بين اداني اعطاني، ولاحظوا الفرق بين انا ولدت. انا ولدت. وده اللي بيحصل للبشر كلهم. في ناس اتعودوا على تعويض الله. ربنا بصلي، ربنا بصلي، ايوه ربنا بصلي. لا، عشان انا عملت بدراعي فوصلت لهذه النتيجه. لكن في الولد الرابع تذكرت الرب وقالت ايه؟ احمده الرب اللي اعطاني مين؟ يهوذا. ويهوذا جه منه مين احبائي؟ مين اللي جه من يهوذا؟ المسيح. اوقات نلاقي المسيح عمال يضغط، المسيح عمال يضيق على الانسان. اوعى تفتكر ان الله عنده مزاج انه يذلك. قل له يا رب انت مضيقها ليه الايام دي؟ ليه الايام دي في مرض؟ ليه الايام دي في تعب؟ ليه الايام دي في ضيقه؟ صدقوني في اوقات علشان خاطر يتولد فيك الرب يسوع المسيح، زي ما دي جابت يهوذا. يقول الكتاب المقدس لما قال لأرميا، قال له يا أرميا انزل إلى بيت الفخاري هناك أسمعك كلامي. قال له طيب نشوف بيت الفخاري ده ماله. نزل اللي بتاع الفخار. يقول لك ايه؟ فإذا الفخاري يعمل على الدولاب. بيعمل ايه الفخاري ده تفتكروا؟ يجيب حتة الطين يحركها برجليه، يفضل يحرك برجليه يحرك برجليه ويضغط من فوق. يقول له هكذا أفعل بكم يا بني البشر. ضغط ضغط ضغط. اوعى تفتكر ان الرب النهارده لما بيضغط عليك معناه ان الرب عايز يذلك. لا، ده حتى لما ضغط على الشعب الإسرائيلي في البرية يقول لموسى الذي أذلك وأجاعك. ليه؟ ليه بتذلني وبتجوعني؟ ليطعمك المن الذي لم يكن يعرفوه آبائك. يعني بالبلدي عشان أوكلك الأكلة اللي عمر ما أهلك ما كلوها. عشان كده ذليتك، عشان كده أجعتك النهاردة، علشان أعلمك النهاردة. الرب عايز يعلم كل واحد فينا النهاردة. لكن للأسف الشديد أول ما بتحصل ضيقة، أول ما بتحصل مشكلة، إيه يا رب إيه في إيه مالك أنت النهاردة؟ أنت مش باصص لي ليه؟ أنت مش عايز تتعامل معايا ليه النهاردة؟ لا، أنت زي أرميا. يا أرميا انزل إلى بيت الفخاري. طب هنزل ليه يا رب؟ أنا احكي لي وأنا قاعد هنا دلوقتي. قال له لا يا حبيبي. قال له لا، في المكان اللي أنت قاعد فيه ده مش هتسمع حاجة. أنا هاخدك في مكان تاني أغير ظروفك واشتغل معاك وأتمجد في حياتك، وساعتها أنت هتعرف أنا قد إيه بحبك وكنت عايز أديلك إيه في حياتك. اوعوا تفتكروا إن ألمنا لا تنشئ ثقل مجد أبدي. بولس الرسول يقول إن ألمنا الوقتية تنشئ لنا ثقل مجد أبدي. استحمل النهاردة، استحمل، اصبر النهاردة على اللي انت فيه. لكن للأسف ما بنعرفش نشيل صليبنا كويس. بتختلف عبادتي لله لما اكل ديك رومي ولما اكل سندوتش جبنه. بشكرك يا رب النهارده كان في ديك رومي النهارده يا رب، الف شكر يا رب. هو كل يوم فول 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 فول. صدقوني المشكله مش في ظروفنا،
المشكلة ان احنا بنتعامل مع هذا العالم بدون ايه؟ بدون اهم سلاح اللي هو الرب يسوع المسيح. واحدة تانية في الكتاب المقدس بيتكلم عنها اسمها حنة. حنة دي كانت عكس ليئة بالظبط. ليئة جوزها ما بيحبهاش، الرب عمل ايه؟ فتح الرحم بتاعها. لكن حنة سمح الرب أن يغلق رحمها مما سبب لها عار وذل شديد جدا جدا جدا، لكن ربنا عوضها بشيء آخر. فتح قلب الزوج فكان زوجها يحبها محبة شديدة. يقول ايه عن جوز إن حنة في الكتاب؟ أما حنة فأعطاها نصيب 2 لأنه كان يحب حنة. في القصة الأولى اتقفل قلب الزوج فتح الرحم، في القصة دي انغلق الرحم ففتح قلب الزوج. ربنا لا يدعكم تجربون، يقول الكتاب، فوق ما لا تستطيعون، مع التجربة يعطي منفذ لكي تستطيعوا أن تحتملوا. تعبنا احنا بنقف عند الفصل الأول من الألم. اتفرجوا بعد كده في ايه، شوف بعد كده في ايه. انت في ايد ربنا، ما تخافش. عنده فرن بيدخلك فيه. ايه الفرق بين الألماظ والفحم؟ ايه الفرق؟ الفحم بيبقى على سطح الأرض شوية، إنما الألماظ بيبقى فين؟ تحت خالص، درجات حرارة عالية جدا تخليه ألماظ. وانت كمان لما ربنا بيدخلك النهاردة الفرن بتاعه، اطمن، الفرن بتاعه بسيط، في جوه ترمومتر، في جوه ترموستات، في جوه تايمر، مش هتتحرق جوه الفرن. بس في الوقت المناسب، طالما الساعة في ايده والترمومتر في ايده والترموستات في ايده، تخافش. تخاف من ايه؟ تخاف من ايه؟ الله يرحمه مجدي، ده كان واعظ معروف جدا. مجدي اوقات كنت اشوفه متضايق. يا اخ مجدي مالك؟ انت متضايق من ايه؟ قال لي لا انا مش متضايق، انا قاعد بصلي. بقول له ليه؟ اصل بتدق طبول، في طبول بتدق. قلت له بعدين؟ قال لي ياما دق الطبول ما حصلش حاجه، احنا بنصلي بس، مش هنعمل اكتر من كده. حقيقه كان الراجل ده مات عنده 41 سنه، جات له ازمه قلبيه ومات. بس حقيقي الراجل ده لو عاش 41 سنه، يعني الغالبيه العظمى منهم كان مع ربنا في كل شيء، كان فكره فكر الله. وبعد ما تتحل يجي يقول لي شفت صلينا فحصل ايه؟ انفكت. ما تنفكش، ما تحاولش تحل في حياتك، سيب الرب اللي يحل في حياتك. المشكلة دي الرب عارفها كويس. لما راحوا التلاميذ للرب يسوع المسيح بيقولوا له ايه؟ الناس كتيرة، اصرفهم، ما عندناش نوكلهم. يقول ايه؟ وكان هو يعلم ما هو مزمع ان يفعل. اقروا الكتاب صح. انت يا رب عارف اللي انا هعمله، انا عارفه كويس قوي. ده الفرق بيننا وبين الرب. هو عارف بيعمل ايه، بس احنا مش عارفين. احنا قدامنا المسألة واقفة عند حد معين، عند شكل معين، فمش فاهمين. انما الرب عارف ايه؟ كان عارفا انه مزمع ان يفعل ما هو مزمع ان يفعله. الرب كان عارفه. هل انت عارف انه فعلا ولا بتخش الكنيسة تقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض؟ كل الكلمات بتلبس في بعضيها. آب شكله ايه؟ ضابط ايه؟ الكل. هل انت عارف انك في ايد ضابط الكل ولا لا؟ هل عارف ان كل حاجة في حياتك هو متحكم فيها وله سلطان فيها؟ حتى لو إبليس عايز يأذيك عند حد معين. يوسف الصديق بيقول لإخواته إيه؟ يوسف الصديق بيقول لإخواته لستم أنتم الذين أرسلتموني إلى هنا، أنتم أردتم لي شرا والرب أراد لي إيه؟ خير. مش أنتوا اللي بعتوني، مش أنتوا اللي بعتوني هنا أبدا. إذن يجب أن نفهم إلهنا إنه إله تعويضات. لكن الست دي لما جوزها قاعد يحبها، حنة دي اعتادت على التعويض زي ما بنعتاد احنا فوات على التعويض. ففي مرة بيقول لها جوزها يا حنة
لماذا تبكين ولماذا لا تأكلين ولماذا يكتئب قلبك؟ أما أنا خير لك من 10 بنين؟ ده أنا بحبك، أنا مش أحسن من 10 أولاد عندك؟ اعتادت على محبة الزوج. لكن لما دخلت بيت الرب وابتدت تخدم في بيت الرب أعطاها ولا ما أعطاهاش؟ أعطاها الولد اللي هي عايزاه، ومش أي ولد، أعطاها النبي صموئيل. أعطاها النبي صموئيل. هكذا ليئة وحنة الاثنين شافوا إله التعويضات ده شكله إيه. داود النبي يقول عنه الكتاب أحب يونسان إيه كنفسه، بيحب يونسان. بس الاثنين جم في يوم من الأيام وفي صخرة اسمها صخرة الافتراء، كل واحد فيهم أخذ إيه سكته، مع إن يونسان هو اللي قلع جبته واداها لداود، واداله سيفه واداله لبسه واداله كل شيء. لكن أول ما شاف إنه مصلحته مش ماشية مع داود عمل إيه؟ افترقوا. لكن هل الرب سابه؟ يقول الكتاب المقدس إنه إلهنا إله التعويضات اداله 400 راجل، منهم 3 حبوه جدا. في يوم من الأيام قاعد داود النبي بيقول من يسقيني ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب. نلاقي ان ال3 دول خطروا بنفسهم علشان يجيبوا له كوبايه ميه. منين؟ من البير اللي على باب بيت لحم، اللي كله اللي فيه رجاله شاول الملك عايزين يقتلوهم. راحوا جابوا له ميه من هناك. لما جات له الميه أخذ المية ودلقها قدامهم وقال حاشا لي يا رب أن أفعل ذلك، هذا دم الرجال الذين خاطروا بأنفسهم. في ناس من كتر ما حبوه خاطروا بأنفسهم عشان يجيبوا له بقين مية. خسر داود واحد، ربنا عوضه ب3 ادوا حياتهم لداود. عشان كده داود في المزمور 146 بيقول الصديقون يكتنفونني لأنك تحسن إلي. إله تعويضات. احنا كده شفنا إله التعويضات في الخير. تعالوا نشوفوا بقى الشر اللي في يوم من الأيام. يعقوب يضحك على مين؟ يضحك على مين يعقوب؟ عارفين القصة دي؟ كلكم بلمتوا. ضحك على مين يعقوب؟ ضحك على أبوه، ضحك على إسحاق. صح ولا غلط؟ يكتب الكتاب المقدس ويقول لأن عيني إسحاق كانت ضعيفتان. في يوم من الأيام يروح يعقوب يتجوز، يشتغل 7 سنين علشان عايز يتجوز مين؟ رحيل بنت أمورة وعجباه. ليلة الدخلة يضحكوا عليه، يضلموا الأنوار كلها ويدخلوا له مين؟ ليئة. ليئة اللي كنت بتكلم عنها من شوية، واتجوز ليئة. ويكتب الكتاب المقدس وكانت عيناي ليئة ايه؟ ضعيفتان. ده إلهنا، ده الشكل بتاع الإله، إله التعويضات بتاعنا. اوعوا تفتكروا انه اللي احنا عملناه طول حياتنا مش هنتجازى عنه. صدقوني احنا بنسحب من رصيدنا. عملنا خير هنحسب الخير، عملنا شر هنحسب الشر. علشان كده حتى بقول للشباب خد بالك يا بابا من ماما وبابا، ولما تتجوز خد بالك من ابوك من امك، لانك اللي انت هتعمله مع مراتك ده اللي هيعمله فيك ابنك يا حبيبي لما يكبر، وهتعمله فيك بنتك لما تكبر. الكتاب ما بيكذبش. إلهنا إله إيه؟ إله التعويضات. يوسف الصديق. يوسف الصديق راجل عمال يحلم كل شوية، عمال يحلم حلم إنه 11 حزمة سجدت له، 11 كوكب سجد له. واللي يحصل واللي يحصل أحبائي، يتاخد يوسف ويتباع عبد. وبعد ما يتباع عبد يخش في بيت فوتيفار، يتبهدل في بيت فوتيفار، يتسجن، بعديها يخش السجن
إنما بعديها دخل فين؟ دخل بيت فرعون، أصبح رئيس وزراء مصر، أصبح المتسلط الثاني جوه. كان لما يركب المركبة بتاعته كان كله ينادي قدامه اسجدوا اسجدوا. حصلت مجاعة في العالم ولا ما حصلتش؟ حصلت مجاعة. لكن في مزمور كان بيقول بيع يوسف عبدا، بالقيد آذوا رجليه، في الحديد دخلت نفسه، إلى أن جاءت كلمة الملك. لازم نفهم حاجة، احنا مش عايشين في هذا العالم عشان العالم يلطش فينا شوية واحنا نلطش فيه شوية، لكن احنا في ايدين مين؟ زي ما بقول لكم ضابط الكل. شوفوا يقول اخوان ما يعرفوهوش، هو ايه؟ يعرفهم، وفي الاخر يقعدوا يعتذروا له، يا يوسف احنا اسفين، ما كناش عارفين، ما كناش حابين، ده انتوا 11 نفر كنتوا بتتفقوا على قتله مش على رميه في بير. بس ايه رد يوسف؟ انتم اردتم لي والرب الا اراد لي خيرا. دايما افتكروا ان الرب دايما بيعوز لنا الخير. سؤال عن استير، وبرجع لاستر تاني، اللي طحنتها الظروف، اللي ما فيش حاجة في مستقبلها كان واضح. روحوا ادوا قصة حياة استير بدايتها لأي محلل نفسي، قول له النهاردة توقعاتك ايه في البنوتة دي؟ بالإجابة بتاعته فإن لم يكن مستقبلها أكثر ظلاما من ماضيها مش هيبقى أكثر إشراقا. ما فيش. سيب المحلل النفسي، قول له هتبقى شكلها ايه؟ هتقول لك دي هيكون عندها مصايب الدنيا كلها، عندها بغضة، عندها رغبة في الانتقام، شخصية متوترة. كل التوقعات السلبية ممكن نطلعها على استير بالمعطيات اللي اداها لنا الكتاب المقدس. لكن هل استير بقت كده؟ هنلاقي حاجة تانية خالص. هنلاقي انها كانت انسانة نفسها راضية، شاكرة، صبرة، قنوعة. يقول الكتاب عنها كان وجهها طلقا فازداد جمالها. لما الملك الحارس بتاع الملك جاي قال لها خدي الأطياب اللي انت عايزاها، عملت ايه؟ ما خدتش حاجة اكتر من اللي قاله لها مردخاي. ما خدتش حاجة. لكن بعد ما جلست على العرش الست دي لم تعرف الكبرياء، ست متواضعة جدا. يقول الكتاب كانت تفعل كما كان يقول لها مين؟ كما كان يقول لها مردخاي. عايز استخلص النهاردة درس من اللي أنا شفته، من اللي أنا قريته في الكتاب المقدس. الدرس اللي ممكن أطلع بيه النهاردة إنه ربنا مش هيحطك في قلعة ويحط 200 ملاك جنبك يحرسوه. مش هتطلع تحط عربيتك مفتاحك في عربيتك هتلاقي فيه ملاكين ورا وملاك قدام وملاك بيفتح لك الباب. لا، ربنا هيسيبنا نخش نجرب الحياة اللي احنا عايشينها، تتقلب الأيام علينا، لكن في كل هذا لا يتركنا الرب أبدا. الرب لا يتركنا، بل بيصنع مشيئة رائعة في حياة الإنسان. الكتاب بيقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. الشرط إنك تكون بتحب الرب، لأن كتير في أوقات تلاقي ناس مدخلة نفسها في مصايب هي جايبها لنفسها. واحد كده معجب بنفسه يخش لي في مصيبة، كل شيء يعمل للخير للذين يحبون. خير ايه يا ابني؟ انت رايح لمصيبة برجليك. كل شيء يعمل. انا عندي شخص كده في حياتي دايما يقول لي كله يعمل الخير. بقول له يا ابني كله يعمل الخير ايه اذا كنت انت مرت نفسك؟ انت مرت نفسك. هو فين ربنا في حياتك علشان تشوف الخير؟ ما انا عشان اشوف الخير لازم يكون الرب سالك في حياتي. لكن للاسف الشديد بنستعمل الايه دي على الفاضي، بنستعملها على المليان. بس في ملاحظة جميلة جدا في هذا السفر. صدر مرسوم ملكي. هذا المرسوم الملكي بيقول ان اليهود في اليوم الفلاني يجب ان يذبحوا
هنشوف في عدد 6 في إصحاح 6 الله اللي ما جاش ذكره في الكتاب ده ولا مرة. إيه اللي حصل؟ في عدد 1 من إصحاح 6: في تلك الليلة طار نوم الملك فأمر بأن يؤتي بسفر تذكار أخبار الأيام فقرأت أمام الملك. في يوم دخل فيه الملك ينام، ربنا ما خلوش ينام. ربنا ما خلوش ينام. قالوا لي هاتوا لي الدفتر بتاع الأحوال بتاع القصر. قالوا له في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية كان في 2 داخلين يقتلوك. ومين منعهم؟ مردخاي. خدوا بالكم، مردخاي صنع خير مع استير. هامان عمل صليب كبير عايز يعلق عليه مين؟ عليه مردخاي. هامان ايه؟ هامان زعلان من شكل مردخاي، كله بيسجد لي الا مردخاي. هو ماله ده؟ كرامته نقها عليه. والصليب اتعمل، والشعب كله اليهودي في كل مملكة فارس هيقضى عليه. طب الحل ايه؟ النوم يطير من عينين الملك ويعرف من خلال دفتر الأحوال اللي موجود عنده في القصر اللي خباه مردخاي انه مردخاي هو الذي انقذ الملك من مؤامرة للقتل. يجيب هامان بقول لك ايه هامان؟ في واحد انا عايز اكرمه. هامان يقول له هو في احسن مني يعني جلالة الملك؟ قال له طب يعني لو عايز اكرمه اعمل ايه؟ قال له تلبسه ارجواني وتديله السيف الفلاني وتركبه على الفرسه الفلانيه. قال له اطلع كل اللي انا قلته لك ده ما تنقص منه حته واعمله لمردخاي. اتجنن هامان، ده انا اعمل له صليب علقه عليه. بس مردخاي كان مربي مين؟ مردخاي كان امين مع مين؟ فاذا هل الرب ينسى الامانه؟ للاسف الشديد اللي اتعلق على الصليب ده هامان نفسه. امر الملك ان يعلق هامان على نفس الصليب اللي عمله هو لمين؟ اللي عمله هو لمردخاي. عايزين نتعلم كل ما كتب في هذا الكتاب للتعليم والتأديب والتوبيخ. عايزين نتعلم من كتابنا النهارده. الحدوته قد كده، بس اللي ورا الحدوته صعب. ايه اللي يطير النوم منك يا جلالة الملك النهارده؟ انت يا جلالة الملك مش عارف تنام النهارده ليه؟ صدفة؟ شارب قهوة متأخر؟ هناك الله اللي بيضبط كل شيء، ضابط الكل اللي بنقول عليه في الكنيسة. هل انت النهارده مسلم حياتك لضابط الكل ده ولا لا؟ سؤال مهم لازم تجاوب عليك إجابة السؤال ده النهارده. كل شيء في حياتك مرتب. عيبنا احنا كمسيحيين دايما بنقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض اعطنا خبزنا، ونكر الكلام وكل الكلام لابس في بعضه. فكرت في مشيئة الرب النهارده في حياتك؟ جايز انت عامل نيو لوك بس مش دي صورتك اللي عنده. محتاجين اكتر واكتر نقول له يا رب ايه مشيئتك انت في حياتي؟ ايه مشيئتك في حياتي؟ لكن للاسف كل اللي بنفكر فيه ايه؟ اوقات كتير فكر في ايه؟ عايزين المعيشه تبقى احلى، والوظيفه تبقى احلى، والبيت يبقى احلى، واللي مش متجوز عايز عروسه وبيت وعايز عربيه. لكن هل احنا بنفكر في مشيئه الرب في حياتي النهارده شكلها ايه؟ هل انا فعلا عارف انه في واحد فوق؟ ده عامل زي الكوتش. هل انا بسمع كلامه ولا انا بجري الهزيمه النهارده؟ الهنا نتعلم من استير اله تعويض. فكر في حياتك النهارده، فكر في كل شيء شرير عملته في حياتك. خدوا بالكم بيرجع بيترد لصاحبه. السيئة بتلف وترجع لإيه؟ لصاحبها. السيئة يا جيل، السيئة مش حاجة تانية. فهل أنا النهاردة فعلا بعمل حساب أن هناك إله يسمى إله التعويضات؟ فكر النهاردة ظلمت حد؟
فكر النهاردة غشيت حد، فكر النهاردة كذبت على حد، لأن كل ده بكل بساطة ممكن يحصل في مين. وأنا صغير أفتكر والدتي بقول لها ماما ليه العيال دول بيعاملوا أمهم كده يعني ست كبيرة. قالت لي ما شفتش يا ابن انت. وأمي كانت في الكتاب المقدس يعني هلهلي يعني. دي كانت بتعمل في أمها إيه؟ أنا ما شفتش. بيعملوا فيها اللي هي عملته في أمها. تعويض. فكر 1000 مرة طول ما انت في حياتك. فكر قبل ما تاخد أي موقف في حياتك. فكر، لأن هناك إله يسمى إله إيه؟ إله التعويضات. دانيال النبي في يوم من الأيام صدر مرسوم في المملكة الفارسية إنه ما فيش أبدا سجود ولا صلاة لأي إله. يقول الكتاب وكان دانيال يفعل ما كان يفعله دائما. ما بطلش صلاة في مواعيد الصلاة بتاعته. حصل له ايه دانيال؟ حصل له ايه؟ دخلوه في جب الأسود. يقول للملك ايه؟ عش أيها الملك، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. ثق تماما النهاردة انك انت ممكن تسد بق أسد، مش بق إنسان، تسد بق أسد النهاردة. من خلال حياتي، من خلال الخدمة. في يوم من الأيام واحدة بتقول أصل أنت مش فاهم، أصل فلانة كيت وكيت. طيب ماشي. تلف 4 5 أشهر 6 أشهر 7 أشهر ونلاقي إيه؟ كل الدعاء اللي دعيته على فلانة بيحصل لها هي بالحرف بيحصل لها هي. مش عايزين نخلي الله بتاعنا كاجوال. نو ربنا رحيم. يسوع لذيذ. أمور ولذيذ مفيش مشاكل، بس هو عادل. خدوا بالكم، الله عادل. الله شكله ايه؟ الله قدوس. هل انت بتعمل لقداسته؟ هل انت بتفتكر عدله؟ بلاش تكجوله الله، بلاش الكاجوال. عايزين نعرف الله صح، فيه عدل إلهي. يقول اعترفوا للرب لأن إلى الأبد إيه؟ رحمته. الصانع السماوات لأن إلى الأبد إيه؟ رحمته. الذي كسر الملوك لأن إلى الأبد إيه؟ غضبه رحمته. بيكسر برحمة بس بيكسر. انت النهاردة لو انت مش جاي لربنا سبت تماما انه هيكسرك. ان ما جابكش النهاردة بعطاياه ليك، ممكن بكرة يجيبك بشكل تاني. في مريض عندي في الشارع صعب جدا، مريض شاب صغير مش كبير، حاجة و20 27 28 سنة. بيقول اعترافاته في البلكونة قد ايه كان هذا الشاب شرير جدا. بيعترف في البلكونة. ممكن لو انت تحت بلكونته هتسمع اعترافاته. الاسبوع اللي فات يوم الحد اللي فات اهله كلهم نزلوا الكنيسة. هو عنده كانسر في العظم. اهله كلهم نزلوا في الكنيسة وسابوه يصلوا ويرجع. الولد بيعترف بصوت عالي، سامحني يا رب انا اخذت كذا، سامحني يا رب انا عملت كذا، سامحني يا رب انا عملت كذا. ما تفتكروش ان ربنا بيعذبه ابدا. ربنا ما بيعذبوش. جايز انه ما كانش ممكن يعترف في يوم من الايام، جايز انه ما كانش ممكن يتوب في يوم من الايام الا لو ربنا عيبنا احنا كبشر. يا حرام يوحنا المعمدان 30 سنة شالوا رقبته. يا حرام يعقوب اخو الرب الرسول ده لسه ما بقاش رسول شالوا رقبته. اتفرجوا على فصل واحد بس. انتوا بتتفرجوا على فصل واحد، بقية الفصول فين؟ المجد اللي فيه يوحنا المعمدان في الملكوت شكله ايه؟ المجد اللي فيه يعقوب في الملكوت شكله ايه؟ النهاردة ان كان الرب بيجيبك النهاردة بيته بكل لطف، فاتحها عليك وفاتحها على بيتك وفاتحها عليك وعلى أسرتك،
بس ممكن الرب يجيبك هنا بس بشكل تاني، ممكن الرب يجيبك النهاردة بشكل تاني. الرحمة لا تتنافى أبدا مع العدل. ربنا عمره ما يقول أنا ناوي أغضب دلوقتي خليك يا رحمتي جانبا خالص. الله الصفات اللي فيه متناغمة متناسقة. يقول الكتاب المقدس غضب الله المعلن من ايه؟ من السماء على جميع فجور الناس وأثامهم. هل انت عارف ان في غضب؟ يقول لك الاستعلان الغضب في يوم الغضب. عارف ان في غضب في يوم الغضب؟ ما دام انت الرب النهارده بيعطيك، تعال بعطاياه اسمع صوته. هتقول لي هو لازم يوديني؟ اقول لك يقول الكتاب المقدس كلمتك في راحتك قلت لا اسمع. وانت مرتاح يا حبيبي ما تعرفش تسمع. وصدقني يوم هو تعبك تبتدي تسمع صوته، تبتدي تدور عليه عشان تسمع صوته. لازم دايما نفتكر انه هناك اله ايه؟ اله التعويضات. والمره الجايه ان شاء الله يا هنتكلم في يشوع لمده 5 أسابيع، يا هنتكلم في موضوع يخص العقيدة وإيماننا المسيحي. نقول نصلي مع بعض. يا أبانا الذي في السماء تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، مشيئتك